لكنها شهادة صادقة بحجم صدق الصادق شرف. الصادق شرف شاعرا وإنسانا. إن الحديث عن تجربة الشاعر الصادق شرف أبو وجدان تتطلب دراية شاملة بالساحة الشعرية التونسية، لا سيما أن للشاعر عشرات المجموعات الشعرية ذات التوهج الشعري المنفرد والمتفرد والمختلف مبنى ومعنى. فالصادق شرف كتب في كل الأغراض تقريبا، وحوكم بما يشبه النفي داخل وطنه بسبب جرأة نصه وفضحه للمستور وتعمقه في المكشوف. فهو معارض للديكتاتورية وللدولة الدينية، كما أكد ذلك في مجموعات الشعرية نعم أنا معارض، وهو كتاب صودر زمن حكم بن علي. كما كانت للشعر مواقف وقصائد جعلته مستهدفا، ولا أدل على ذلك من الواقع التي جدت منذ سنوات بدار الثقافة السليمانية، والتي تعرض فيها أبو وجدان إلى التهديد بالعنف، وغيرها من الوقائع التي تؤكد أن النص الشعري لصادق شرف يقلق الآخرين ويزعجهم ويرعبهم أيضا. معرفتي بصادق شرف كانت في منتصف ثمانينات القرن الماضي من خلال إدماني على قراءة كل ما يكتب، ولا أنكر أنني تأثرت به في بداياتي، ولا أرى حرجا في ذلك باعتبار أن أبا شرف يعتبر مدرسة شعرية كبيرة، ولكن هذه المدرسة لم تنال حقها كاملا لاعتبارات شتى، أولها غياب الحب بين الشعراء وخدمة بعضهم لبعض على حساب البعض الآخر، وكذلك إشراف بعضهم على الصفحات الأدبية للصحف، وبالتالي التعامل مع شعراء تونس بكل محسوبية وتفضيل هذا عن ذاك دون مراعاة للقيمة الإبداعية للنص الشعري الحقيقي. زد على ذلك وفاء صادق شرف لمدينته منزل تميم وإقامته بها، وهو ما جعل أمر تواجده تحت الأضواء باستمرار مستحيل. وبعد أن عرفت أبا وجدان شاعرا التقيته في المهرجان الوطني للأدباء الناشئين بقليبيا وأنا هاو، وهو ضيف على تلك الدورة التي انتظمت سنة 1994. لم أصدق وقتها أنني سألقي قصيدة أمام شاعر تمنيت ملاقاته لسنوات، وكم سررت عندما شجعني وقال لي إنني أسير على الدرب الصحيح. كانت كلماته وتشجيعاته حافزا لي كي أراجع كل كتاباتي وكي أعمل على تطوير نصي حتى أكون في مستوى ما قاله شاعر كبير. ولا أنكر أنني ما زلت مدمنا على قراءة كل ما يكتبه أبو شرف، والدليل أن مكتبتي الخاصة تعج بكتبه التي تعد مرجعا شعريا ولغويا، إضافة إلى كونها تدرب على الأوزان الخليلية التي هجرها الكثير عن جهل أو عجز. ومرت الأيام وتوضدت علاقتي بأبي وجدان لدرجة أصبحت فيها صديقا لهذا الشاعر الكبير الذي يعتبر قامة من قامات الشعر التونسي والعربي. لست ناقدا كي أكتب مداخلة نقدية، ولكنني اكتفيت بهذه الشهادة التي اخترت فيها عدم الإطالة كي أفسح لي ولكم المجال للاستمتاع بقصائد أبي وجدان. ولكن قبل ذلك أدعو الأستاذ جلول العزونة ليقول كلمة. شرف لي ولكم ولا شك أن نحضر تكريما آخر مجدد لشاعر تونس الكبير الحاضر بيننا الصادق شرف. كنت والصادق شرف نقطن نفس البلدة ونفس الحومة، حومة المحج في منزل تميم المدينة الآن، وكنت أراه في الكتاب في الجامع الكبير في الحومة، وأول الستينات ربما سنة 1960 1961 والأكثر 61 كان هناك برنامج في الإذاعة، برنامج أدبي وحيد،
وقت الإذاعة ماهيش مسترسلة كما تو تعمل حصة صباحية وحصة في المساء، ومن بعد ولات في الزوال أيضا 3 حصص، ومن بعد ربطوهم بشوي بشوي. إذن حصة أدبية وحيدة كان يشرف عليها الشاعر الكبير صديق أبي القاسم الشابي مصطفى خريف، وما أدراك سيدي مصطفى، ومعاه المختار حشيشة ربي يرحمه. كان المختار حشيشة يقرأ نصوص الهواة، هواة الأدب، واللي علق عليها هو سي مصطفى خريف. ومصطفى خريف ما كانش متشدد مع الهواة، ديما يشجع، لكن إذا فما غلطات لغوية نحو صرف إلى آخره أو الصورة مش معبر عليها كما ينبغي، كان يقوم ويصلح وينتقد، وأحيانا يتشدد مش ديما. مع الصادق شرف، وانا وقتها خويا عنده كالراديون الكبير كلا بالبطرين نسمعوا فكحصة هواة الأدب، وكان ولد حومتنا زاد الثالث المرحوم محمود التونسي اللي من بعد مش ولي كاتب كبير ورسام إلى آخره، كنت أنا وياه نتصنتوا في حصة هواة الأدب، وإذا بينا نسمعوا سيدي مصطفى على عكس عادته ينوه. وقتها مش اسمه أبو وجدان، محمد حمدان أبو العين التميمي، ينوه به ويعاود ويشكر وهذه الصورة وهذه مبنى وهذه ما فماش عنده معناه، كان متمكنا إذا منذ فك الوقت ذاك. الصدق شرف ربما مثال في المرحلة أوائل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، إذا ميزان ما غلقش 20، احنا أصغر منه شوية. فكنت فك الوقت ذاك لحمي كيف خاطر أنا نعرفه في الحومة وأخته دارها مع جنب دارنا وجاها، عاد لحمي شوك كي نسمعه أنا ومحمود التونسي باسم الصادق شرف. إذن فهو رائد بالنسبة لنا في منزل تميم. فك الوقت ذاك الأدب نسمعه كلمة أدب ما نعرفوش حتى ايش معناه، إذن آخر الابتدائي أوائل الثانوي. كان يقولوا عنا شاعر شعبي كان يقاوم في فرنسا بشعره اسمه أحمد الغربي، نعرفوا هالجملة هذه وكوني ربطته فرنسا صدرت له الديوان متاعه، ولكن ما نعرفوا له حتى قصيدة. أول القصائد اللي إذا استمعنا بها وبدينا نتغرموا بالأدب بك الوقت ذاك بفضل الرائد صادق شرف، فهو إذا رائد بأتم معنى الكلمة، وهو اللي حل الثنية، هو اللي غرمنا بهذه محنة الأدب. هذه من أول الذكريات. الحاجة الثانية كون الصادق شرف بك الغرامة متاعه كان في الحومة عامل نوع من منتدى الأدبي في داره، وبالخصوص ليالي الصيف وليالي عطلة الشتاء والربيع تقريبا كل ليلة نصروا بحذاه، ساعات نمشيوا بحذا أستاذ فلسفة محمد حلمي بوعزيز الأغلبية عنده، وكنا بالطبع كي نجلسوا هو ومحمود التونسي المرحوم وأنا وساسي حمام مازال موجود إلى آخره، لكن النخبة المثقفة بعض أساتذة ومعلمين كنا نجلس في الأغلب على قراءة الشعر والأدب إذا كان عنده واحد محاولة قصصية ولا خاطرة من الخواطر، ولأنه هو الفكر بدأت تنشر له. فك الوقت ذاك احنا مازلنا ما نشرناش في الفكر، والفكر وقتها هي المجلة الأدبية الوحيدة، وهي صوت الأدب التونسي ومعرفة الأدب التونسي في تونس وفي كامل الوطن العربي، فهي صوت، فهي البوق. الصدق شرف ينشر وما ينشرش، ما ينشرولوش في بريد القراء كما أنا أول ما بديت، وربما محمود التونسي أول ما بعثنا للفكر ينشرونا في بريد القراء، لأن كانت محاولات. الصدق شرف ينشروا له مع الكبار، وساعات في الصفحة الأولى يحطوا له الاسم متاعه من الصفحة الأولى مع الشعراء الكبار. في الوقت هذاك الله يرحمه نور الدين صمود، عبد العزيز قاسم، أحمد اللغماني إلى آخره، وجعفر ماجد بالطبع، وغيرهم، أحمد توفيق المدني اللي هو أيضا من أصدقاء الشاب إلى آخره. فإذا الصدق شرف هو الذي زرع فينا، فكالسهرة اللي قدام داره نقرأ القصائد، وفي أغلب الأحيان نقرأ قصيدة من قصائده، وكنا ننقدوه بشدة أحيانا، لأنه فك الوقت هذاك بدأت تظهر قصيدة النثر، وشرف عنده نظرية قصيدة النثر مش شعر، إبداع أما بدعة، لكن نسميها حاجة أخرى. الشعر شعر،
إذا كان من أنصار الوزن أوزان الخليل وإلا التفعيلة النهاية هذاك شيء، وما يتنازلش، وعنده نظر وكتب ودخل خصومات من أجل ذلك. أنا ومحمود التونسي كنا كان خاتلوه شوية ونحبه، كان نبرجوا شوية، نقولوا له وأنت محافظ وأنت خليلي، وكثرت لها من المحافظة، وباش ما نقولوش كلمة أخرى أكثر من محافظ. وتلتحم معنا نلتحم في النقاش ولا نقنع بعضنا البعض، واحنا في الحقيقة نتحاملوا عليه شوية، لأن قلنا له أنت في القوافي وفي التفعيلة أنت معناها يلعب كيف ما نور الدين صمود، معناها هذه التفعيلات نتاع الخليل وغيره والأوزان هذه الخليلية يلعب بها العبان، وكي يقرأ له أي قصيدة يطلع يقول لك هاو الوزن، وإذا كان فما معناها خطأ ولا حاجة يفيق به في وقت يوقف غادي. معناها كان إذن صديقنا عشيرنا نسهروا مع بعضنا، ولكن كان أيضا يفوقنا معرفة في الميدان الشعري بالخصوص والثقافة العامة بتاعه. وكانت كل سهرة هذيك معناها حقيقة ضيافة كل ليلة، البوزة من غير رمضان معناها كل، والتاي والقهوة والكاكاوية واللوز، وكان هو مغروم بالدلاع، يشري بالكاميون دلاع ويطلع لنا دلاعة مقسومة على 2، طلعها من الثلاجة ومبرشة الشحمة نتاعها شنو، واحنا ناكلوا وننقدوا فيه ساعات بنوع من التحامل، وكان ما يتغشش. وهنا نحب نذكر طرفة وننهي بها، هي عندي برشا معناها ذكريات لأنه عشرة طويلة، وكما قلت لكم أنا نعتبره معلمي الأول اللي زرع فيا المحنة نتاع الأدب. أول ما تعرفنا في الجلسات الأولى تعريكت أنا وياه، عنده قصيدة نشرها وقتها تقريبا في الفكر اسمها الطهر والجمال، مازال مش معرس يتغزل فيها بخطيبته، وقعدنا قرينا كالقصيدة ونشرحوا فيها والمعاني والبلاغة نتاعها ودري شنو. أنا بالنسبة لي فك الوصف بمبالغة الشعراء، وأنا أصغر منهم زلت مراهق فك الوقت هذا، ظهرت لي كأني ملكة جمال الجمال، وأنا ما نعرفهاش بالطبع، ما زلت في دارهم ما تزوجتش. عاد تجرأت ليلة من الليالي قلت له صادقة عندك شي تصوير زوجتك اللي تتغزل بها وطول نقراو؟ وتغشش عليا غش وعركة، وقعدنا ما نتكلموش يمكن أسبوع وأنا غبن. قال يا نوريك تصوير خطيبتي، هذا الأخرى معناها ما زلت طالب لي كان في هذه، يا ولدي هيك توصف فيها أنت، معناها شوقتنا بالوصف هذا. والذكريات كثيرة معه، فدون الأخلاء اللي عملها معناه ونشر عشرات هاو دون دواوين هو بالعشرات، وكان اكتسب بفضل خبرته واتصالاته وتعليمه في الجزائر وغير الجزائر، اكتسب ثروة نسبيا، وكان بالنسبة ليه الثروة هذيك لابد أن يخصصها للشعر وللشعراء. ما فماش شاعر مبتدئ في تونس ما نشرلوش الصدق شرف، وينشر له ساعات بأسعار رمزية وساعات يصبر عليه، وأغلب الأحيان مجانا، ويعطيه كمية من الدواوين، والدواوين وين يمشي الصدق شرف وهو يوزع فيها بلاش ويقول انقدوا. وساعات بعض النقاد معناه يكونوا متشدين معاه وربما مش منصفين، ورغم ذلك النقد هذاك نقراوه ونجاوبوا عليه، والأغلبية هو اللي جاوب ونتشاركوا. فأنا نقول ربي من علينا، وأنا ومحمود التونسي الله يرحمه وساسي حمام إلى آخره، فك الحومة هذيك وإحنا عمرنا وقتها هو عمره أقل من 20، وإحنا عمرنا 16-17 عام، بيناتنا عامين 3 سنين، معناه أتبعنا طبعا قاعدة، وهي من أحسن الأشياء التي بقيت. معناها الإنسان، أنا عملت شوية سياسة وعرفت شوية مشاكل وكذا، وهذيك تجربة من التجارب، وفي التعليم وتقاعدت إلى آخره تجربة أخرى، لكن من أهم التجارب هي التي أتبعنا بها صدق شرف، وهي حب الأدب والجمال. هما ما تعرف الفلاسفة القدم تغنيوا ب3 حاجات: الخير والحق والجمال. والصدق شرف عنده الكرم اللي حكيت لكم هذاك الخير،
وبالخصوص الحق زاد قلت لك ننقدوه في وجهه وما يتغشش علينا وعمره ما قطعنا. وبالخصوص هو أنشد الجمال وتعلق بالجمال وتغزل بالجمال، مش جمال المرأة فقط بل جمال الكون وجمال الفكر والصفاء. وما الراجل هذاك عمره ما وعنده شجاعة في إعطاء رأيه والتمسك به، وكل المعركة هذيك متاع معروفة مع الربيعي ومع غيره طالت كذا وما فماش صحيفة ما كتبتش عليها، كان رغم ذلك يمتاز بصفاء السريرة وبالدفاع عن ما يؤمن به. وفي ذلك درس لأن الحياة آخر الأمر هي التغني بالجمال والتمسك بهذه القيم، الجمال والخير والحق والحرية، وما أدراك ما الحرية وهي تاج القيم. فهذه الصفات ما هيش مبالغة مني، موجودة في الصدق شرف، وعاوننا مع الوسط المدرسي معلمين نذكرهم كل خير وأساتذتنا، ولكن القعدات الحميمية والشخصية والقرب في السن والصراحة التامة والصفاء التام والقلب الصافي، هذه كل قيم مهمة غرسها فيا، وأنا حاولت وأنا أستاذ باش نعداها ربما لطلبتي وطالباتي وكذلك لأبنائي، وفيما أكتب دائما منحاز لهذه القيم. فشكرا ومنة كبيرة للصادق شرف. الكلمة للشاعر ورئيس منظمة محررون بلا حدود الشاعر محمد أسبوعي، ثم نستمع إلى قصائد صادق شرف. كل الشكر وتقدير سي عادل الهمامي، وبالحق شكر كبير لسي عادل الهمامي مدير التظاهرات في منظمة محررون بلا حدود، والشكر الموصول أيضا للمناضل والأخ والصديق فريد السعداني مدير دار الثقافة وابن خلدون. بداية لا بد من شكر الشاعر الكبير صادق شرف أبو وجدان على قبول جائزتنا كمجتمع مدني، هو الذي استعصى على جميع الحكومات المتعاقبة، والذي كانت مواقفه وشجاعته نادرة في زمن أعتى الديكتاتوريات. لذلك يعني بالنسبة لي أنا كمحرر بلا حدود، كمجتمع مدني، كمنظمة تدافع عن حقوق الكتاب وحقوق الإنسان، نشكر مجددا إنه اللي رفض جوائز الدولة لأنه كان صادقا. هذه النقطة. كان وما يزال مناضلا ومدافعا عن قيم الحرية والكرامة، وكان يحتضن جميع المبدعين. سأختصر، هي جائزة مجتمع مدني لأنه لو كانت جائزة مشبوهة الصادق شرف أبو وجدان ما يقبلهاش، وهذا نجدد له الشكر. حاجة أخرى، سجلوا العزونة فماش حتى حد يشك في نضاله، كرمنا وشرفنا بكلمة الافتتاح، وهذا دين نرده له بتكريمه في أول مناسبة. مفاجأة صغيرة نفرحكم بها، إنه المغرب أيضا فرحانة بهذا، خاطر احنا منظمة دولية في المغرب ما نعرفش يقبل ولا تدعو الصادق شرف أبو وجدان لتكريمه في المغرب، ولا هو القرار الأخير. بالنسبة لي أجدد الشكر للشاعر الكبير الذي قبل جائزتنا، وشكرا.
نتحدث مباشرة من دار الثقافة ابن خلدون بتونس العاصمة في نطاق جائزة الإبداع لسنة 2021 اللي تنظمها جمعية منظمة الشعراء. أدعو بكل حب الشاعر الكبير صادق شرف لتحيثنا ببعض قصائده، فليتفضل. وجودي بينكم يجعلني بأني ما زلت حيا بعد أن مررت بجلطة دماغية سببها أني من نوعك اللي يقولوا كثرة الطيبة تخلف الخيبة، ولا أريد أن أمدح نفسي، بل أريد أن أذكر ما عشته. في سنة 1992 استدعتني وزارة الثقافة للتكريم، وجمعت عائلتي وأصدقائي وذهبت، فإذا باسمي يسحب من الجائزة أو من التكريم. عندها فعلا تألمت، ولكن عندما صدر كتاب المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق، الكتاب الأسود، عندها والله حمدت الله على أنهم لم يكرموني، فلو كرموني لكان اسمي في الكتاب الأسود. ثم عوايد سيئة نحن درجنا عليها، عادة سيئة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، فمتى سنكف عن هذه العادة السيئة؟ أما آن لنا أن نكف عن الموت. هذه الموت هو عادة سيئة هذه. لماذا نحن نموت؟ شيء العادة السيئة هذه؟ والله بكل صدق عندما أسمع الشعب التونسي كله يغني في المحافل نموت نموت ويحيى الوطن، نموت نموت، والله الكل يكذبوا على روحهم ويكذبوا علينا، خاصة في مجلس النواب اللي يظل ينشدوا في نموت نموت ويحيى الوطن وهم خائنون. الحمد لله على أني لم أقتنع بهذا النشيد، رغم أنه نشيد جميل، ولكنه كتب للثورة المصرية من طرف مصطفى صادق الرافعي، كتبه للثورة المصرية ضد الإنجليز، وكثير منا يعتقد بأن نشيدنا الرسم، لا، نشيدنا المصري. يعتقدون بأن الشاب هو الذي كتبه، بل الشاب ليس في منشدنا المصري إلا بيتين من شعر الشاب يتغنى بإرادة الحياة. شيء غريب، فرق كبير بين واحد يقول نموت نموت ويحيى الوطن، والآخر يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة الوطن فلا بد أن يستجيب القدر. شيء غريب، فرق شاسع كبير بين
ناس يتغنوا بالموت والآخر يغنى بالحياة. أنا أعتبر نفسي بأني شاعر تونس الأول والوحيد الذي آمن بفلسفة الحياة من أجل الوطن لا بفلسفة الموت. والحمد لله أرى أن جيلنا القادم وأطفالنا عندما يكونوا عائدين إلى دورهم من مدارسهم ينشدون نموت نموت ويحيى البسكوت. حقيقة ما أحلى هؤلاء الأطفال، لأنهم يعتبرون بأن البسكوت هو مصدر الحياة. السياسة جردت كلمة الوطن من معناها من عمقها، أصبحت كلمة الوطن لا معنى لها في أذهان الذين لا يؤمنون بفلسفة الوطن، بفلسفة الحياة من أجل الوطن. نموت نموت ويحيى الوطن، وعشقا نموت ويحيى الوطن، وحرقا نموت ويحيى الوطن، وفي البحر غرقا نموت ويأكلنا الحوت. لكن لماذا نموت؟ لماذا نموت وقد زال ركن به نسج العنكبوت على الشفتين خيوطا، وبعض الخيوط على شفتيك أصابع ألصق من أخطبوط. تخبط تخبط أو اضرب برشك شعبي يا حاكما للسقوط. أنا كاتبة هذه عندنا تقريبا 20 عام التالي. ولكن لماذا نموت وقد زال ركر به نسج العنكبوت على الشفتين خيوطا، وبعض الخيوط على شفتيك أصابع ألزغ من أخطبوط. تخبط أو اضرب برشك شعبي يا حاكما للسقوط. فتونس من حقها أن نموت لتحيا، ومن حقنا أن نعيش لكي لا تموت. فتونس من حقها أن نموت لتحيا، ومن حقنا أن نعيش لكي لا تموت. فما عاد بالموت يحيى الوطن، وليس بثورتنا نحن نحمي الوطن، ولكن بسر صغير، بعلم كبير، برقم خطير تحكم فينا عدو الوطن. لماذا إذا نموت ويحيى الوطن؟ ألا بل نعيش ونحيا ليحيى الوطن. أنا بودي لا أوسع قراءة الشعر، ولكن أريد أن أفسح لأعزائي لأحبائي الأعزاء والعزيزات في هذه القاعة. هناك أعزاء وهناك أعزاء وعزيزات، ولكن إذا فسحت المجال لإحداهن أو لأحدهن الكلمة، ولكن لا أستطيع أن أخذ زمام المبادرة من طرف الناس الذين هم يقومون بتكريم هذا اليوم. لكن أنا أرجو أنكم تسمحوا لي بأن أستدعي أول أغنية باللغة الدارجة بلهجتنا الشعبية، لحنها الحبيب المحنوش وغنتها أروى المثلوثي الفنانة الصاعدة، وأرجو أنها تأتي لتسمعكم هذه الأغنية التي أقول فيها توحشتك برشا يا حبي. توحشتك برشا يا حبي،
نحبك ما نسلمش فيك، ونحسك رعشة في قلبي، لكن ما نموتش عليك. إذا نموت قل لي بربي لشكون نخليك. شنية الدنيا بلا شي بيا، شنية الدنيا بلا شي بيك. أروى المثلوثي أنا سلمتها قصيدة بالفصحى، ووعدتني بأنها ستلحنها هي وستشارك بها في مهرجان الأغنية. تعرف الكلمات التي عجبتك، الحقيقة أنا ما نخبيش عليكم إلا هي أنا عجبتني أكثر من اللي عجبتك أنت. ولذا إذا كان أنت ما لحنتهاش أو شاهدت عليك الناس، لحنها وغناها وشارك بها في المهرجان. عسلامة الناس الكل، فرحانة برشا بوجودي لهنا. ما نجم نكون كان فرحانة أكيد بوجودي لهنا وقت اللي تكون الكلمة هي الرائدة، هي وقت اللي تكون الكلمة الراقية هي سبب وجودي لهنا. ما نجم نكون كان فرحانة. فرحانة زادة بالصدفة اللي جمعتني قبل ساعة، بالصدفة اللي جمعتني بالملحن والشاعر الكبير سي الحبيب محنوش، اللي من خلاله هو زادة تعرفت على شاعرنا الكبير شاعر تونس الخضراء سي صدق شرف أبو وجدان. منحبش نطول عليكم برشا، باش نسمعكم الأغنية اللي هي من كلمات الشاعر صدق شرف ومن ألحان سي الحبيب محنوش اللي ديجا انتم سمعتوها قبل شوية. توحشتك برشا يا حبي، نحبك ما نسلمش فيك، ونحسك راشة في قلبي لكن ما نموتش عليك. إذا نموت عليك قولي، إذا نموت عليك قولي بربي لشكون نخليك، لشكون نخليك قولي. إذا نموت عليك قولي، قولي لشكون نخليك. إذا نموت عليك قولي، قولي لشكون نخليك. وش تسوى الدنيا بلا بيا، وش تسوى الدنيا بلا بيا، وش تسوى الدنيا بلا بيك، اش تسوى الدنيا بلا بيك. شنيا الأرض بلاش بحرها، شنيا الشمس بلاش قمرها، شنيا النار بلاش جمرها، شنيا النغمة بلاش وترها، شنيا حياتي بلاش قمرها، وانت البدر اللي منورها. إذا نموت عليك قولي، إذا نموت عليك قولي بربي لشكون نخليك، لشكون نخليك قولي. شكرا. قبل كل شيء ساعة نحب أكيد بما أنه شاعرنا هو شاعر ثقافة ولا فلسفة الحياة من أجل الوطن، نحب نهديله أغنية هي الحقيقة قبل ما نقوم بمحاولة بتلحين كلماتك إن شاء الله اللي هي بالعربية الفصحى. نحب نهديلك أغنية نحب الحياة كما لا يحب نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، لشاعرنا أكيد ولاد أحمد. نهديها لك أنت لسيادتك ولكم الكل الحاضرين معنا. نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد،
ولو قتلونا كما قتلونا، ولو شردونا كما شردونا، ولو قتلونا كما قتلونا، ولو شردونا كما شردونا، لعدنا غزاة لهذا البلد، لعدنا غزاة لهذا البلد، وعاد إلى أرضنا الشجر، وعاد إلى ليلنا القمر، وعاد إلى أرضنا الشجر، وعاد إلى ليلنا القمر، وصاح الشهيد، وصاح الشهيد، سلام سلام على من صمد، سلام سلام على من صمد، سلام سلام على من صمد. شكرا. يعني خذيت دور المنشط. الشيء اللي فعلا يعجبني في كلمات المرحوم الصغير ولاد أحمد، وفي نعرة الرد على ما لا أقتنع به. نحب البلاد كما لا يحب البلد. قلت نحب البلاد جميعا، وكيف نحب جميع البلاد؟ وبعض حماة الحمى هم رؤوس الفساد. نحب البلاد جميعا، ولكن لماذا نحب جميع البلاد وبعض حماة الحمى هم رؤوس الفساد؟ فمن حاويات القمامة قد صار يقتات بعض العباد. فمن حاويات القمامة قد صار يقتات بعض العباد. وش يقول المثل التونسي؟ كيف تبعث واحد تقول له بعثته ومن نوعك اللي ابعث حكيما ولا توصيه، وإلا تقول له أنا راني نعتبرك راجل ونص وإلا امرأة ونص. وموجود في الشعر الصغير ولا أحمد يقول نساء بلادي نساء ونص ونص. أنا الحقيقة ما بيني بين نفسي تأملت في كلمة ونص. أخي بجد المرأة تحتاج للنص. لا، أنا أعتبر بأن المرأة هي الوجه الآخر للرجل، وليس في حاجة لأن يمن عليها الذكر بالنصف. لماذا يمن عليها بالذكر بالنصف بينما الرسول ايش يقول عندما سئل من هو أولى بالإكرام؟ ايش قال له؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أبوك. شنو ايش أعطاه الرسول للمرأة؟ أعطاه 3 أرباع، ما أعطاه للذكر ربع واحد. والمجتمع نتاعنا هو ذكر وأنثى. وإذا تأملت إذا كان ثم شيء يوافق وجهة النظر متاع الرسول، فوجدت تقريب هتلر أو أحد
المعينين لهتلر يقول المرأة نصف المجتمع، وهي التي تلد النصف الآخر وتربيه. لذلك أنا أعتز بالمرأة التونسية وأقول لها: نساء بلادي نساء فقط، ومن زاد نصفا لهن فنصفه منه لهن سقط. نساء بلادي نساء فقط، ومن زاد نصفا لهن فنصفه منه لهن سقط. وهل تعشق المرأة الرجل النصف؟ وهل تعشق المرأة الرجل النصف؟ كلا، فذاك غلط. فإن عشقته فليست هي المرأة الرمز، فإن عشقته فليست هي المرأة الرمز، لكنها قطة وتحب القطط. والمرأة المسلمة اليوم هنا في تونس الحضارة، والمرأة المسلمة اليوم هنا في تونس الحضارة سمكة شهية، لكنها من المحال أن تبتلع الصنارة. والمرأة المسلمة اليوم هنا في تونس الحضارة سمكة شهية، لكنها من المحال أن تبتلع الصنارة، من المحال أن تجرفها عقيدة الصياد بالكركارة، من المحال أن تحيل روحها على المقص للطهارة، وإنما تحيلها كحرة وبنت حرة على حرية العبارة. فنحن لا نريد عورة كما يقول شيخهم بشكارة، وإنما نريدها منارة شجرة مثمرة، لو أنها ما أثمرت لم ترم بالحجارة. تحيا المرأة التونسية. أنا بالحق أنا أحب كل نساء العالم بلا استثناء، ولكني أعشق المرأة التونسية، لأنها فعلا نلاحظ أنا كيفاش في الصباح كيفاش الشوارع ظلي حافلة بشكون بكنسي اللي ماشي اللي معامل، قداش نفسي تحن عليهم وراهم كيفاش فعلا نساء بلادي مناضلات. وبينما بعض الرجال مازالوا يكوخوا في الفرج ولا في القهوة يتقاوجوا. والغريب ان البعض من الرجال يجبر اخته ولا امه هات تعطيني باش الباكو دخان والقهوة، والله اعلم بالشيء اللي يحبه. انا كل حال هذا منعرج. انا قاعد نكتب في كتاب عنوانه الله هو الحب. هذا الكتاب الذي يوجد فيه عديد الجدليات، منها جدلية القدسية، وأنا في وجهة نظري أن لا قدسية في الوجود إلا لله وحده لا شريك له، وكل ما سوى الله مخلوق. الجنة والنار والرسل
والكرسي الذي وسع السماوات والأرض والعرش والصراط والأديان والكتب السماوية كلها مخلوقة، ولا قدسية لمخلوق، القدسية لله وحده، الأبدية والأزلية لله وحده. وهذا ما جعلني أؤمن بأن الإنسان هو خليفة الله في أرضه. وقولوا احنا بعض الأحيان علاش ما نحبش نسدل القدسية؟ بعض الأحيان نسمع بعض الإعلاميين يقولون الخبر مقدس. شنو هو الخبر مقدس؟ هكا يقول يا ولد الخبر يحتمل الصدق والكذب، فكيف يكون مقدس الشيء الذي يحتمل الصدق والكذب؟ القدسية لله وحده لا شريك له، وكل ما سوى الله مخلوق. وأحلى كلمة موجودة في القرآن شي يقول في القرآن؟ يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. نرجع لشيء من الغزل. أقرأ القصيدة رغم اللي ربما هي ما تحبنيش نقراها، ما سالش احنا في أنطرونو. يا دقة قلبي في سمع الأيام، يا خفقة روحي في أحلى الأحلام، يا صوت يقيني في صمت الأوهام، يا صوت يقيني في صمت الأوهام، يا من أراك، يا من أراك إذا غابت علي. على كل حال يا من ألقاك، يا من ألقاك إذا آويت إلى ذاتي، فأراك تطلين علي من الفجوات، وأراني ألمح طيفي في عينيك، أركعت الشوق إليك على قدميك، وزرعت زهور الحب على شفتيك، وأفقت من سنة الشتاء على نداء العندليب، من أين تشرق شمس ليلي؟ من عيونك يا حبيبي، هذه عيونك موجة خضراء في نهر رهيب، أهدابها امتدت على شطيه كالنخل الخصيب، في الموج يرقبني صبي، هل أخاف من الرقيب؟ لو غدت في أمواج عنك لن أعود من المغيب، لو أنني ضيعت في عينيك عمري الباقي، لو أنني غيبت ذاتك عنك في أحداقي، ما كان ذاك يخفف الأشواق من أعماقي، فاسهر معي حتى تحس بنشوة المشتاق، فإذا انتشينا التفت الأعناق بالأعناق، ما أضيع الليل الذي يمضي بغير عناق. وصل إذا نقل فعاليات تكريم صادق شرف بجائزة ثالث. الآن فقرة مفتوحة لكل من يريد أن يدلي بكلمة حول تجربة الشاعر الكبير صادق شرف. تفضل.
إذا هذا نقل مباشر من دار الثقافة ابن خلدون بتونس العاصمة لفعاليات تكريم شعر الخضراء الأستاذ شرف بويدان، وشهادة حية الآن من بعض من عاشروه. جمال عبيد أيضا لحن اختار من شعر مجموعة من الكلمات ولحنها، واعتقد انه قد لا يبخل علينا باسماعنا البعض منها. تفضل على سبيل. جمال عبيد موسيقي فنان حاليا متقاعد. كنت ندرس معهد العالي للموسيقى، ثم أشرفت على المعهد الوطني للموسيقى وعلى إدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية. أنا اليوم فرحان بالتكريم الصادق. أنا من الناس اللي نعرفوا القيمة نتاعو ونعرفوا قيمة الإبداعات نتاعو. سي صادق عرفته من 30 سنة التالي، وقتها بناتي صغار، ونسيبي من منزل تميم معروف، سي منصف المسعودي فما شكون تميمية اللي هو مدير أهم مدرسة في منزل تميم، ومعروف بأخلاقه وبقيمته العلمية. كان يحب بناتي وقتهم صغار يلزم أول يوم في العطلة يصبحوا عنده غاديكا، كي نهزوا نخلطوا المنزل تميم نتعداو على المكتبة نتاع سي صادق، يدخلوا لداخل في المكتبة ويهزوا مجموعة من الكتب، وبعد يمشيوا نوصل لهم لدار نسابي ونقول لهم كي نرجع نلقاك ما قريتهم نعاود نشيل كتب أخرين. عرفت سي صادق في الفترة هذيك كي نهز بناتي غاديكا، وتكونت بيناتنا يعني معرفة وشبه صداقة يعني. وأنا في الحقيقة صديقة وقتها بداية الصداقة. وفي الحقيقة أنا مغروم بالشعر من الصغر، وكتبت حتى شوية شعر. احنا عائلة فنية، واحد منا هو شاعر من شعراء تونس الكبار، هو اللي رضا عبيد اللي كتب قصيدة تونس اللي لحنه عبد الرحمن العيادي وغنته المرحومة ذكرى محمد. عاد كي نحكي لخويا على سي صادق يقول لي سي صادق هذاك شيء كبير في الشعر. ووقتها تحصلت على بعض من منشورات سي صادق ونقرا فيها وعامل عليها كيف كبير. وكنت نلحن كان للآلة، ما كنتش نلحن في الغناء. كيف خرجت في وحنت على شرف المهنة باش ما نقولوش خرجت في التقاعد، وقتها فكرت كنت نعمل كان في عروض فنية في تونس وخارج تونس كلها عزف آلات وحدي ولا مع مجموعتي. وقتها فكرت باش نعمل عرض كامل ومتكامل فيه الغناء وفيه العزف بالطبيعة، وعملت فيه حتى رقصات. وقتها عاد اغتصت في مجموعة سي صادق، وكمل عطاني مشكور تقريبا كل ما نشره من دواوين، وعديت مدة وانا نقرا فيها وبشغف كبير وبمحبة كبيرة. وكما قلت لك معناها نفهم في الشعر ونقعد نعشق في هاك. شوف هو شو علاش الفن مش كيما حاجة أخرى. راهو الفن فيه حاجات مش كل حد يحسها، مش كل حد يفهمها، مش كل حد يسمع أغنية ولا معزوفة يتذوقها ويحسها، ومش كل حد يشوف لوحة زيتية ينجي ما يفهمش فيها. نفس الشيء في الشعر، باش تفهم أنت قيمة القصيدة لازم تكون عندك معرفة وتكون متمكن. وأنا كنت كي نقرأ في القصائد عامل عليها كيف، وتو في الدار عندي تقريبا مجموعة كاملة الكلها فيهم ديماركور القصائد اللي نقي فيها. وبديت لحنت له قصيد رائع عن الكوكب لا تسلني، موجود على اليوتيوب، موجود في صفحة فيسبوك نتاعي، اللي هو يغنيه منير المهدي. قصيدة فعلا تحفة من حيث النص الشعري، ما نحكيش على اللحن والتوزيع الاخر اخيرا، اما النص الشعر حقيقة روعة. وقمت يعني بنقيت بعض نصوص أخرى وبديت نلحن فيها، ولكن للأسف واتت الظروف معناها خلتني نتعطل شوية في تلحين بقية الأعمال. ولكن أنا اليوم حبيت أن نعبر على فرحتي بالتكريم. سي صادق يستاهل مش تكريم، يستاهل كم من تكريم
لأنه احنا عندنا شعراء كبار صحيح، ولكن قليلة اللي عملوا هذا الكم الهائل من الروائع، وقد ما نوجه له تحية وشكر وشوية. وإن شاء الله ربي يطول في عمره الصادق، وإن شاء الله يشوف القصيدة الجاي، وإن شاء الله يشوف قصائد أخرى بالألحان أنا ومن ألحان ملحنين كبار يعملوا ألحان في مستوى روعة الكلمة نتاع سي صادق. ويعطيكم الصحة على المبادرة، وشكرا سي صادق، ربي يطول في عمرك، وإن شاء الله تزيدنا مزيدا من الإبداع. خذي الأستاذ جمال عبيد مقتطف من قصيدة طويلة، خذي منها 3 مقاطع. والمقطع الأخير